صباح الفل ماماتي. صباح الفل يا مامي. شو هلا كنتي عم تدعيلي ليه؟ أعلنت الفنانة أصالة عن استقبالها لحفيدتها الأولى اليوم، وشاركت الجمهور فرحتها وكشفت عن الاسم اللي اختارته للفتاة وهو جيهان. ونشرت الفنانة أصالة عبر حسابها على إنستجرام صورة وكتبت فيها: الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام. أدعو لها الله أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حباً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين، آمين. ونشر خالد الذهبي شقيق شام الذهبي بوست على حسابه على إنستجرام: الحمد لله الذي حفظ أختي شام وبالسلامة ولدت ملاكاً جيهان أحمد هلال، لأصبح خالاً لها وسند وأغمرها محبة ورعاية واهتمام. صرت خال، أدعو لها أن يحفظها ربي وينبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حباً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين، آمين. ماماتي. صباح الفل يا مامي. شو هلا كنتي عم تدعيلي ليه؟ عم اقول هي اول مره بطلع بدون ما احط حتى الدي كريم اللي فيه فونديتان. ليه كان بقى؟ بس حتى لي ما هو سر جمالك يما؟ بنتي شو عملنا لك بنتي. آخر مرة حسيتي وشك مضوي ومسامك تقفل؟ ديرمابين بروفايلو وبس. خلصينا بقى مامي فضايح. بيوشا حياتي. بيوشا مشومة. I love you I ماماتي. love بنتي. تصدرت شام الذهبي الترند في الأيام الماضية بعد ظهورها في جلسة تصوير استعرضت فيها حملها. وظهرت شام وهي ترتدي فستاناً طويل باللون البيبي بلو، وبإطلالة أخرى ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الكشمير. يذكر أن شام الذهبي تزوجت من رجل الأعمال أحمد هلال في مارس 2022، وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير، ومن أبرزهم الفنان تامر حسني وكندا علوش والفنانة إليسا وبسمة بوسيل ورضوى الشربيني. وتصدر حفل زفافها الترند الأيام من خلال صور وفيديوهات انتشرت منه. شوفي انا بعشقك وانا كمان انا بحبك بموت فيك. ومستنيه فرحك على فكره. لازم تعزميني المنطق حبيبتنا كلنا. فلازم تعزميني عشان يعني اقوم بالواجب معاك. والله الف مبروك الف مبروك الف مبروك. يو هابي؟ I'm so happy. ريلي؟ Really happy. عيشي حياتك حياتي. عيشي حياتك. لاف يو I love you. بنت